أهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو المهارات اللي لازم نتعلمها في 2025. طيب احنا ليه أصلا نتعلم المهارات دي؟ هقولك بكل بساطة إن المهارات دي هتخليك متميز جدا بين زمايلك، وهتبقى مختلف، حد عنده معلومة زيادة وعندك مهارة أكتر منهم، فهتبقى متميز ما بينهم، سواء في الدراسة سواء في الشغل في أي مكان. حتى يعني المهارات دي هتزود فرصة قبولك لوظيفة معينة. انت عامل انترفيو، انت عندك المهارات دي بتخليك تتقبل أحسن من أي واحد غيرك مقدم ليها. طيب هتقولي أنا مثلا أنا دلوقتي أنا بشتغل أو بذاكر ومشغول، مش عارف أتعلم المهارات دي امتى وازاي. بكل بساطة برضو هقولك إن انت علشان تتعلم أي مهارة انت محتاج تخليها عادة في حياتك، محتاج تدخلها في روتينك عشان تقدر تتعلمها. يعني ايه؟ يعني هتاخد كل يوم جزء بسيط هتتعلم منه من المهارة ديت، بس هتستمر عليه، اللي هو ايه، قليل دائم خير من كثير متقطع. انت هتاخد جزء صغير كل يوم تتعلم فيه، وفعلا بعد فترة هتلاقي فرق فعلا ان انت اتعلمت المهارة دي بجد، في حين ان انت ما يعني خصصت ليها وقت وخلقت لها الوقت ده لما دخلتها في روتينك. طيب ايه هي المهارات دي؟ اول حاجة وهي الاهم دلوقتي، احنا دلوقتي في عصر يعني الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، فيعني لا مفر ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع الشات جي بي تي، وازاي ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي دلوقتي وتستخدمه في شغلك ايا كان الشغل ده. حرفيا بقى في كل حاجة بنعملها في حياتنا احنا محتاجين الشات جي بي تي، تمام، ومحتاجين الذكاء الاصطناعي. تاني حاجة وهي مهارات التواصل الاجتماعي. بصوا يا جماعة، يعني أي حد عنده مهارات تواصل اجتماعي وعنده علاقات ده حرفيا من أكتر الناس اللي بتوصل. تالت مهارة تنظيم الوقت. يعني الناجحين لا يخلو يومهم من تنظيم الوقت. مفيش حد ناجح وبيبقى ماشي بعشوائية ومش عارف هو بيعمل ايه وتايه ومش عارف هدف ليومه والدنيا ماشية معاه كده. لا، مفيش كده. في ان انت بتنظم وقتك، كاتب عندك اولويات، ومنظم يومك ماشي ازاي، ومنظم عندك هدف يعني بتعمل علشانه. غير كده الهبل ده اللي هو العشوائية مش هتوصلك لأي حتة حرفيا. فلازم يبقى انت مرتب اولوياتك ومنظم وقتك علشان تعرف توصل لهدفك. رابع مهارة ان انت تتعلم ازاي تتعلم. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عاوز تتعلم حاجة، طب ازاي تتعلم الحاجة دي؟ انت محتاج يبقى عندك الخبرة في ان انت ازاي تتعلم الحاجة دي، وفي طبعا كورسات بتعلمك الكلام ده، واولهم بتاع الكورس بتاع كورسيرا مفيد جدا. المهارة الخامسة وهي ان انت تتعلم المونتاج او تعمل برزنتيشن. ازاي تعمل برزنتيشن؟ وحرفيا دي اكتر حاجة انت محتاجها سواء كنت طالب او كنت شغال. انت بيطلب منك برزنتيشن طول الوقت. يعني مثلا في الجامعة بيطلب منا برزنتيشن لكذا سبجكت وكده بنستخدمه عندنا في الجامعة. في الشغل برضو محتاج تعمل برزنتيشن عشان تقدم للحاجة اللي انت عملتها، وهكذا. فانت حرفيا لازم يعني تتعلم ازاي تعمل برزنتيشن وتتعلم المونتاج، هيساعدك جدا. ومثلا كل مثلا انت في الشغل هيبقوا دايما بيحتاجوا حد بيعمل مونتاج لفيديوهاتهم وكل حاجة، بما ان كل حاجة بقت على السوشيال ميديا فاكيد هم محتاجين حد في المونتاج. فلما انت يبقى عندك المهارة دي تبقى طبعا متميز ما بينهم. سادس مهارة وهي الانضباط. انت سمعت صح، المهارة هي الانضباط. لان الناس دلوقتي بقت تبدأ في الحاجة ما تكملهاش. كل واحد مش يبدأ في حاجة مكملهاش ينقل على اللي بعدها. يبدأ في حاجة ما يكملهاش ليه؟ ما عندوش انضباط، ما عندهوش ديسيبلين، مش عارف ينضبط ويلزم نفسه ان هو يكمل حاجة واحدة للآخر. في مهارة كمان برضو هتفيدك جدا لو اتعلمتها، وهي التفاوض او النيجوشيشن. تعرف ازاي تتفاوض مع اللي قدامك وتعرف توصل للحاجة اللي انت عاوزها بأقل خسائر ممكنة وبأكتر طريقة مقنعة. تعرف ازاي تقنع الناس برأيك، تعرف تتفاوض معاهم على حاجة انت عاوزها او عاوز تقنعهم بيها. وفي مهارة كمان برضو اللي انت تتعلم الديجيتال ماركتينج. ايا كان مجالك فانت في يوم من الايام هتحتاج الديجيتال ماركتينج، فانت في اي وقت هتلاقيه فاضي حاول تتعلمه لانه هيفيدك جدا. طبعا في كورسات كتيرة جدا على اليوتيوب، وحتى كورسات مدفوعة على اماكن زي ينفع وادراك والكلام دوت، عليهم برضو كورسات الديجيتال ماركتينج. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تبدأوا تتعلموا المهارات دي
لو عجبكوا الفيديو وكملتوا لحد هنا فاعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.